بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. يلا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. يعني انا قلت بقى انا يعني اخر واحدة بتجرب الترندات، فقلت انا اجرب، لازم اجرب بقى واحد من الترندات دي. بس طلع جميل جمال ما حصلش. يعني عاوزاكم تجربوه لانه فعلا يستاهل. شايفين؟ هي كيكايه واحده عملت الكلام ده كله، وانا عامله بقى كل حاجه من الاول للاخر. يعني عامله صوص البيستاشيو، عامله صوص الشوكولاته البيضه والغامقه دي. انا اللي عامله كل حاجه. يلا بينا يلا بينا، بسم الله ونصلي على النبي ونشوف هنعمل ايه. جبت اتنين بيضه، اتنين بس، ولو واحده تنفع برضو، وفانيليا. وهنضرب الكلام ده بقى كله. هنضرب الفانيليا البيض الاول، وحطيت معلقه خل صغيره. انا بحط معلقه الخل مع كده وانا بضرب البيض اول حاجه خالص كده. اضربيه بقى لحد ما يبقى ايه، بدا لونه يبقى يفتحها كده. وبعدين احط كوبايه الا ربع سكر. لو عاوزه تحطي كوبايه حطي، بس انا بحط بالنسبه لي انا كوبايه الا ربع حلوه قوي. واضربي بقى لحد ما تلاقي الخليط معاكي كريمي كده. بس السكر بتاعي كان خشن شويه، بس برضو بقى حلو برضو، ما فيش اي حاجه خالص. تمام. خلاص بقى ايه، بدا الخليط يفتح خالص اهو، بيض خالص اهو، داخل على انه يبقى كريمي كده وحلو. نبدا نحط ايه بقى. دي كيكه يعني هي كيكه حولناها لكيكه الفاج دي. يعني كيكه شوكولاته، بس انا حولتها لكيكه فاج. حطيت برضو 3/4 كوبايه لبن، لبن حليب. ماشي. برضو هنضرب لحد ما تحس ان الخليط قدامك بقى يطلع فقاقيع هوا كده. تحس بقى انه خلاص كده الفقاعات ديت بقى تحس تدل على ان الخليط حلو. اخر حاجه خالص نص كوبايه زيت. اه، شايفين الفقاقيع دي والفقاعات الحلوه دي؟ بالونات جميله اهي. ده كده بقى ايه، الخليط كده ماشي صح. بس انتوا مشوا على الخطوات دي والله هتتبسطوا منها قوي. تمام كده بقى. هنبدا نحط بقى ايه، الدقيق من المواد الجافه بقى، اللي هي ايه، كوبايه ونص دقيق، معلقه بودر كبيره، بيكنج بودر، بس ده كيك شيف. بيبقى حلو برضو. ونص معلقه بيكربونات الصودا، نص معلقه صغيره. لو عاوز تحطي معلقه حطي، بس انا بحطش الا نص معلقه، وذره ملح صغيره. تمام كده. ومعلقتين ونص كاكاو خام، اللي هو الدار كده. كده تمام. هنقلبهم في بعض ونبدأ بقى نحط الخليط الدقيق على مرتين. تمام كده. هي فعلا طلعت مظبوطة وحلوة بالمقادير دي كلها، والمكونات دي كلها طلعت مظبوطة. لو مشيت على المقادير اللي انا عملتها دي هتظبط معاك وهتبقى حلوة، وان شاء الله هتعملها على طول. حلوة قوي كده. بنفس الكوباية، هي نفس الكوباية اللي عايرتي بقى كل اللبن، السكر، الدقيق، الزيت، كل نفس الكوباية. شايفين الخليط شكله ايه والفقاعات اللي فيه؟ تمام كده. جبنا بقى صينيه مقاس ايه، مش عارفه مقاس كام دي، 28 تقريبا. عشان مش عاوزاها تخينه قوي، مش عاوزاها عاليه، يعني عاوزاها ايه، حجم. هي طلعت بصراحه مظبوطه قوي. حجمها يعني ايه، متوسط كده، حلو. كده تمام اهو. انا كده في المرحله دي بقى كنت مولعه الفرن على درجه حراره 180. طبعا درجه الحراره الفرن بتاعتك بقى. بس كده هتشوفوا بقى الجمال اللي طلع ده بقى. بس هي لسه سخنه. جميله قوي ومظبوطه قوي، وهتعجبكم ان شاء الله، وجربوها هتعجبكم. جيت بقى عشان انا هدي، يعني هقسمها نصين، نص الجماعه ونص الجماعه. يعني ايه، يعني ابعت لحبايب، حبايبي منها والبنت يعني. يعني هي كده طلعت، شايفين الهشه وجميله ازاي؟ هشه وحلوه قوي، اسفنجيه. بس انا حطيتها بقى يعني كحت الوش الايه، الظهر بتاع القاريه بتاعتها كده. تمام كده. شايفين حلوه قوي ومظبوطه قوي، وتتاكل لوحدها كده على قد العلبه كده، عشان هبعتها ايه لبنتي. شوفوا بقى الغلطه اللي انا وقعت فيها بقى. صوص الشوكولاته الاول ولحقت نفسي. سوري سوري يا جماعه، يا سلام، هشيلها. هتتشال وهتبقى في منتهى الجمال. معلش يا جماعه، انا نسيت وحطيت الشوكولاته الاول. المفروض احط الكنافه بالبستاشيو الاول، اللي هو ايه، كريمه الفستق. انا عملتها كريمه الفستق، عملتها بس لسه يعني ما صورتهاش. بس انا ايه، ممكن اصورها لكم ان شاء الله. سهله جدا وحلوه قوي بالفول السوداني. وكان عندي حبه فستق قد كده،
دي الكنافه بقى ايه، بحمرها واحطها في اكياس في الفريزر. انا محمرها قبل كده معاكم. كسرتها طبعا مجمده، هي كسرتها وبعدين حمرتها في معلقه سمنه، حطيتها في الفرن، مش في البوتاجاز، بحب احمرها في الفرن. ده صوص البيستاشيو اللي هي كريمه الفستق اللي انا عملتها. اشتريت روح الفستق من عند العطار، وحمرت فول سوداني حمصته، وكان معاه حبه ايه، يجي 50 جرام كده ايه فستق، كانوا عندي. بس هي بالسوداني احلى، جميله قوي. والصوص الفستق ده، قصدي كريمه الفستق دي، طلعت مظبوطه وحلوه قوي. شفتوا عالجنا الموقف ومفيش اي حاجه خالص، وفي منتهى الجمال. والكنافه كانت مقرمشه قرمشه وجميله قوي بصراحه. يعني هي الكيكه تستاهل، لو عملتيها مش هتعملي الكيكه العاديه، لان هي فعلا دي جميله جدا جدا جدا. وفي الهدايا وفي المناسبات حلوه قوي. شايفين؟ شايفين الصوص وتظبيطه حلو قوي. هو اسمه صوص ولا كريمة الفستق ولا بيستاشيو، ايا كان هو حلو. زي ما تسموه كريمة الفستق، صوص البيستاشيو، مش عارف، هو كده كده حلو. بس انت بس ظبطي العلبة. هنحط خلاص، فردنا كريمة الفستق اهي بالكنافة. هتبدأ بقى تحط الشوكولاتة بقى اللي انا ايه غلطت وحطيتها في الاول. حتى صوص الشوكولاتة جميل ازاي ومظبوط قوي، كل حاجة بصراحة مظبوط. شايفين؟ بس يا جماعة هي معلقة واحدة بس، يعني هي يعني ربنا يديكم الصحة بقى، اللي ياكل منها. بس هي جميلة، تستاهل تستاهل تستاهل. ان شاء الله لو جربتوها تعجبكم جدا. تمام كده. لو عاوزين تتقلوا بقى الشوكولاتة عن كده بقى براحتكم، لو عاوز يتقل حاجة يكتر براحتكم، بس هي كده حلوة. تمام كده. نضفي بقى كده. لازم اللحوسة، لازم اللحوسة. معلش يا جماعة بقى، انتوا بس انتوا ايه، كل واحد في بيته براحته يعني. تمام. هنبدأ بقى نحط صوص الشوكولاتة. بس يا جماعة برضو غلطة تانية، ان الحاجات دي انا حطها في التلاجة، فطبعا جامدة. كان المفروض اطلعها يعني بدري شوية، بس دي غلطة مني طبعا. عشان ايه تبقى سلسة كده وانت بتحطيها. فهي المفروض يعني ما تبقاش في التلاجة، لان انا بحاول معاها. هو شفتي بحاول معاها خالص، هي مش اهو. بحاول بصراحة يعني، ما بس يعني اهو على اخر الجهد كده عملتها. بس هي انتوا ايه، ما تبقوش تحطوها في التلاجة، طلعوها قبلها بفترة لو هي في التلاجة، لو انتوا عملتوها يعني على ايديكم. وهي سهلة جدا، اعملها سهلة قوي قوي قوي. ان شاء الله هنزلوها لكم. انا نزلت قبل كده صوص شوكولاتة، ده صوص الشوكولاتة البيضة، برضو سهل خالص وحلو، مكوناته سهلة قوي. اهو احاول لحد ما اظبطها لكم واخليها شكلها حلو قوي. هتعجبكم ان شاء الله. يعني كنت عاوزة اعمل رسمة كده، بس برضو عملتها في الاخر، حاولت اعملها يعني. اي شغب يعني، هو ملهاش منظر يعني، ملهاش. احنا بس اللي بنعمل كده يعني. هو بلبن بس هو اللي بيظبط طبعا، عشان طبعا المحلات وكده. تمام كده. هكمل بقى بقية الحكاية. يعني عاوزة اوريها لكم، مش عارفة اوريها لكم ازاي، عشان برضو العلبة مش متظبطة، عشان الكيكية مدحضرة فيها. ده بقى ايه، برضو على قد العلب، بقطعها على قد العلب. هي جت 3 كده، 3 علبات من دول، علبة كبيرة وعلبة متوسطة وعلبة صغيرة، بس حلوة قوي. يعني لو رحت طلبت الطلب ده بقى كده بكام بكام بقى، اعمليه انت بقى وهتتبسطي منه قوي. تمام كده. هعمل بقى العلبة التالتة وهوريكم بقى الاخر. وانا دقتها في الاول بقى زي ما انتوا شفتوا كده، بس في منتهى الجمال.